أيها الإخوة بالله عليكم، وهذا ما نلمسه الآن، أي مثقف وأي مثقفة مسلم أو مسلمة حين يتعاطى مع التراث الإنساني بما فيه التراث الغربي وفيه أشياء أكثر من رائعة، ويقرأ هذا التراث ولأعلام هذا التراث، ثم يخبر أمثال هؤلاء أصحاب العقليات المغلقة، أصحاب الدogmaطيات أيها الإخوة أو الدogمات، أصحاب الغوغائيات، الخطاب العاطفي الجماهيري الذي يؤسس للعقل الشعب والجماهيري، ماس مايند، يقولون ماس مايند، كنترول مايند، عقل متحكم فيه، عقل محاصر أسير مسجون. حين يقرأ لهؤلاء يقرأ لهؤلاء، حين يسمع ما تلوت عليكم الآن، لا أنا لا أناقش لأن إبليس ناقش الله، فلماذا نناقش؟ خلاص، إذا ماذا تريد؟ نعم نقاتل عما نعتقد حتى سفك الدماء، وليقاتلهم ولتقع المذابح، ما في مشكلة، لكن لن نتناقش، لن ندخل في هذه المغامرة غير المأمونة، ليس لدينا شيك على بياض أننا سننتصر ونرفع رؤوسنا وتظل مكاسبنا المادية والمعنوية محرزة لنا. بالله عليكم حين يقرأ أي مثقف فيكم أو فيكن هذا الكلام ويخبره في حياته يوميا في المساجد وفي الشوارع وفي المنتديات وفي كل شيء، وحين يقرأ مثلا لليسينج صاحب الله أكون يقرأ لليسينج عبارة ذكرت أكثر مرة، عبارة كلما قرأتها تهزني والله العظيم، وأشعر بفضل الله وأحمد الله على أني وصلت إلى هذه الدرجة، أشعر وأقسم بالله أن هذا الإنسان هو الذي يريده الله، لا الإنسان الذي يقول يا رب أنا سلمت بكلامك وكلام رسولك وكلام طائفتي كله من غير تفكير وأغلقت دماغي وقتلت عنه، خلاص أنا عبدك. الله يقول له لا، أنا لم أخلق لك هذه لتشتغل كطنجرة كبطيخة، لا يا أخي ماذا فعلت بهذا أيها الأحمق؟ الله سيقول له يا أيها الأحمق يا صاحب الأمانة التي كعت عن السماوات والأرض والجبال يا فارغ، لا 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 لا, لا. الذي يحبه الله ويريده أمثال عقلية ليسينج أيها الإخوة. ليسينج يقول لو كان بيد الرب لا إله إلا هو، يقول هكذا، لو كان بيده اليمنى الحقيقة كلها، الحقيقة الكاملة الناجزة، وبيسراه البحث الدؤوب عنها المترافق أيها الإخوة مع السعي الدائم والخطأ واكتنان الحقيقة، تبقى مختفية لا تعرب عن نفسها، لكن إن هو إلا البحث، بحث مستمر، وحتقع في خطأ مستمر، وفي الحقيقة لن تطالع وجه الحقيقة. هكذا قال، طبعا هذا ليس هذا الذي يحصل بفضل الله، لكن لو كان هكذا قال، ثم قال لي فيلي اختر، هكذا كاتب يقول لي، قال لي فيلي، قال لجثوت على ركبتي عند يسراه وقلت له إلهي أعطني ما في اليسرى، أما الحقيقة كلها فهي التي تليق بمجدك وجلالك، حقيقة لك أنت، حقيقة ناجزة من يعرفها كلها وبضربة واحدة هو رب العالمين، لا أنا ولا أنت ولا ابن تيمية ولا ابن مطهر ولا الشافعي ولا أبو حنيفة ولا الصادق ولا أحد. النبي لا يعرفها يا أخي، النبي لا يعرف حقيقة كاملة، وقل رب زدني علما، زدني. العلم كله لله، الحق كله لله، نحن نحاول أن نقترب ونقارب يا جماعة. موسى والخضر شفتوا كيف؟ قال أو أمضي حقبة، حتى لو سافرت آلاف السنين لابد أن أصيب هذا الرجل الذي عنده من العلم ما ليس عندي وأتعلم. يا عين عليك يا موسى، جعل الله نفوسنا موسوية ورفعها بشيء من المحمدية، عشق العلم والمعرفة. طيب لو قرأ مثقف مسلم الآن، تخيل نفسك قرأت هذه المأثرة العظيمة لليسينج وبعدين تقرأ هذا لبعض مشايخنا وكتابنا وعلمائنا، طبعا بلا شك ستقول أنا بريء من هذه الدعاوى والمزاعم، من هذه الانغلاقية، من هذه الشوفينية، أنا بريء من قصور العصبية، هذه القصور الكئيبة، سأنتمي إلى أحرار الفكر. المستقبل للنابهين، المستقبل للأحرار، المستقبل ليس للحمقى ولا للعبيد. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.